أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذه السبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم من الأولين والآخرين ومن ساندهم ومن نصرهم ومن دافع عنهم ومن تولاهم ومن أحبهم فاحشروا اللهم معهم في نار جهنم بحق محمد وآل محمد. اليوم سنتكلم عن مدى مكث الإمام المهدي في الحكم أو في السلطة أو في الأرض. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لا اختلفوا في 3 حديث عن الإمام الحسن ابن علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم، قال فيه إن الإمام المهدي هيقعد 40 سنة بيحكم أو مالك للأرض. طيب، في حديث تاني ورد عن آل البيت برضو وعن الرسول إن هو هيحكم 7 سنين، وفي حديث ثالث قال إنه هيحكم 9 سنين. أيهم أصح؟ إيه فيهم الصح وإيه فيهم الغلط؟ أقول لك إن كلهم صح. واحد يقول لك إزاي كلهم صح؟ يعني يقعد 7 ويقعد 9 ويقعد 40 يبقى كلهم صح إزاي؟ يعني هو هطل هبل في إيه؟ أقول لك الإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليهما قال 40 سنة. هو هيقعد 40 سنة فعلا في الأرض، 40 سنة بيحكم الأرض منذ أن يوم الظهور إلى يوم استشهاده صلوات الله وسلامه عليه. واحد يقول لي استشهاده إيه؟ هو يتقتل؟ ما منا إلا مقتول أو مسموم، قول رسول الله. يعني مفيش حد من رسول الله أو من أئمة الطاهرين إلا مقتول أو مسموم. وسيدنا الإمام المهدي فيه رواية عن إنه هو سيلقى الله مسموما، هي يسمم. كما حدث للإمام الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. طيب، إزاي بقى 7 صح 9 صح 40 صح؟ 40 هي أيام الإمام المهدي على الأرض، لكن من ضمن 40 دول فيه حوالي 33 يوم أو 32 يوم بين وبين، هم عبارة عن اليوم بسنة. وده يحصل عندما تتوقف الأرض عن الدوران حول نفسها، فيبقى اليوم 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار. ده يوم اللي في آخر يوم فيهم هيظهر المسيح الدجال عليه لعنة الله. يبقى توقف الأرض عن الدوران، وده طبعا بيكذب أكذوبة ناسا والهجس بتاعهم ده، وإن الأرض بتلف حوالين الشمس والهجايز دي. لا، الشمس هي اللي بتلف حوالين الأرض. عشان كده لما الأرض تتوقف عن الدوران، عندما تتوقف الأرض عن الدوران تظل الشمس تدور حول الأرض مرة كل سنة، بتلف مرة في السنة.
فيبقى في 6 اشهر ليل و6 اشهر نهار. 6 اشهر ليل و6 اشهر نهار، ده بالحسابات العادية ده يوم اهو، طلوع الشمس وغروب الشمس يبقى يوم، لكن بيمكث اليوم ده قد ايه في طوله؟ سنة. طيب امال التسعة ايه؟ احنا قلنا ده السبعة، والسبعة فيهم ايه؟ 32 يوم مثلا او 33 يوم، عبارة عن سنة. طب والتسعة ايه؟ التسعة حسابات فلكية بالهجري. لما تيجي تحسبهم فلكيا بالهجري هيطلعوا معاك 9 سنين. ليه؟ لان ال40 سنة كل سنة فيها 12 يوم، 12 يوم في 40 ب400 مثلا، وكام؟ 400 حوالي 500 يوم مثلا، يعني داخلين على سنتين. اما يبقى المدة 7 سنين، مش معنى 7 سنين 7 سنين بالثانية يعني، ما هو 7 سنين لحد مثلا 7 سنين وشهرين و3 اشهر و4 اشهر اسمها 7 سنين، طالما ما عدتش نص السنة بالصورة التقريبية على طول بنقول 7 سنين. انما عدت نص السنة يعني بقت اكتر من 7 سنين ونص، بنقول ايه؟ تقريبا 8 سنين، العملية تقريبية. فده مدة مكث الامام المهدي في الحكم، 7 سنين 9 سنين 40 سنة، التلاتة صح. 7 سنين ميلادي بالايام العادية، 9 سنين هجري بالحسابات الهجرية، 40 سنة بالفعلية. قلنا 32 او 33 يوم، انا ممكن احسبها لكم اصلا بالورقة والقلم وتطلع بالساعة كمان، اقول لك الامام المهدي هيقعد كام يوم، واحسبها لك وهجيبها لك فعلا، واقول لك هيقعد كام يوم بالظبط في الارض كحاكم على الارض الى ان يلقى الله. دي نقطة بس، لان في ناس اتكلموا معايا فيها وانا حبيت ان انا اشرحها للكل، ان الناس كلها تفهم. يقول لا طب هو الحديث النص صح، السبعة ولا التسعة ولا ال40؟ لا، التلاتة صح، لان التلاتة اسنادهم صحيح، لكن الفهم هو اللي بيفرق، انك تفهم هو ده اللي بيفرق. وده فتح لنا مجال ان احنا نتكلم على موضوع احنا اتكلمنا عليه قبل كده، وطبعا في فيديوهات موجودة في القناة عليه، اللي هو دوران الارض حول الشمس والهكس دي بتاع ناسا، ان ده كله كذب في كذب، وان الارض هي مركز الكون، وان الارض هي النواة للخلية الكونية، وان ربنا لما خلق الكون كله خلقه على هيئة الخلية او الذرة زي ما بيقولوا، ففي نواة وفي مدارات حوالين منها. النواة دي هي الارض، المدارات اللي حوالين منها هي السماوات. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، اللي هي النجوم والكواكب والحاجات اللي هم بيقولوا عليها اللي هي في السماء دي كلها تدور في فلك الارض. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز الحكيم. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هما الاثنين في فلك واحد بيسبحوا. طيب احنا عارفين ان دايركت اوتوماتيك ان القمر بيدور في فلك الارض، يبقى الشمس تدور في فلك الارض، وكل في فلك واحد. ما قالش في فلك ايه كل واحد في فلك ايه، لا، في فلك واحد، هما الاثنين بيدوروا. وكل في فلك يسبحون، يعني بيدوروا في نفس الفلك، فهو فلك الارض. فالارض هي مركز الكون، وهي النواة للخلية الكونية زي ما قلنا. علشان خاطر كده لو ان الارض مجرد كوكب من الكواكب، وفي كواكب تانية كتير زيه، زي المشتري وعطارد وبدنجان وكوسة والحاجات دي اللي هم بيقولوا عليها، الملائكة هيعترضوا ليه ان جعلهم في الارض خليفة؟ يجعل فيها خليفة في اراضي كتير يا عم الحاج، ولا اي ارض تانية ونعمل فيها اللي احنا عايزينه؟ لا، لان الارض هي المكان الوحيد الصالح للحياة بخلاف السماوات. حتى لما هيتغير، هتيجي يوم القيامة يوم نبدل الارض غير الارض والسماوات، نبدل الارض غير الارض، ان الارض بدل ما هي مدورة كروية هتبقى ايه؟ مسطحة. انما هي نفس الارض، لما نغير فيها ايه؟
الشكل العام بتاعها. طيب النجوم اتشالت، السماء انفتقت، أصبحت وردة كالدهان زي شكل الوردة، والأرض في وسطها، أصبح فوق مفيش سما، في فضاء، في هو. طيب فين النجوم؟ فين الشمس؟ الأرض ده هتنور ازاي؟ ازاي الأرض هتنور؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه؟ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. يبقى اللي هينور الأرض في الوقت دي نور الله. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. ده مقتطفات خفيفة كده حبينا ننوع عليها. وفي فيديوهات في القناة موجودة عن الكلام ده، قديمة بقالها سنين وسنين موجودة، أنا عاملها وشارح فيها بصورة مفسرة. إنما هنا احنا بنقول ايه؟ رؤوس مواضيع بس، على ما نتكلم في الحلقة اللي جاية إن شاء الله عن الإمام المهدي والظهور المبارك، اللي هو إن شاء الله يكون يوم 3/3/2029، اللي هو بوافق 18 شوال 1450، والسفياني يكون ظهوره يوم 3/12 سنة 2027، اللي هو بيوافق 5 رجب 1449. قلنا إن الأيام اللي جاية فيها حاجات كتير، منها إعلان وفاة الملك السابع اللي هو سلمان بن عبد العزيز، ده عليه من الله ما يستحقه، يوم 15/6 سنة 2024. وقبل منه يعلن وفاة تقريبا سلطان عمان وحاكم الكويت ورئيس الجزائر. وبعدها بعد وفاة هذا الملعون يكون الانقلاب العسكري لتطهير مصر من الخونة في منتصف العام القادم، وإن الصيحة هتكون في سنة 1449 في شهر رمضان، يوم 15 رمضان، اللي هو بيوافق سنة 2028. دي يعني الحاجات اللي احنا توصلنا لها يعني بالحسابات. أرجو إن يكون توفيق من الله بإذن الله. هذا ما أمكن، وما كان من خطأ أو زلل فمني ومن الشيطان، وما كان من توفيق فمن الله ورسوله وآل بيته الأطهار. والسلام على من اتبع الهدى.